الكيسه القديمه اللي انت مربي فيها فراخ ديت خلاص كفايه بقى، حط الفراخ في مكانها بقى وسيبك من الفراخ. خليك بقى في الكيسات الحديثه دي، هي اللي تتناسب معاك دلوقتي. هات الكيسه بتاعتك ونحسبها بكام، وتاخد الكيسه بتاعتك وتدفع الفرق بتاعها. السلام عليكم ورحمه الله. النهارده بقدم لك كيسه الدل ديت. الكيسه الدل ديت كور اي 7 من الجيل الرابع، وبرامات 8 جيجا وهارد 500 اتش دي. طيب انت بقى حابب بقى النهارده تزود في المواصفات بتاعتها بحيث انت تحط لها اكتر من هارد، مفيش مشكله. طيب حابب تزود اكتر من رامه، مفيش مشكله. طيب الحجم ده ابعاده ايه بالظبط؟ ابعاده 36 سم في 17 في 41 سم. طيب الابعاد دي كبيره عليك وحاسس ان الكيسه ضخمه بالنسبه لك وواخده مكان كبير، لا جبت لك كيسه ثانيه نفس المواصفات بس ابعاد اقل. برضه نفس هنا القصه، الكيسه ديت جميله قوي برضه، كور اي 7 من الجيل الرابع ورامات 8 جيجا وهارد 500. حبيت تزود رامه مفيش مشكله، حبيت تزود هارد كمان مفيش مشكله، حبيت تحط كارت شاشه دي دي ار 2 او دي دي ار 3 او دي دي ار 5 او دي دي ار 6 مفيش مشكله. هي الميزه هنا ان انت عندك باور سبلاي اقوى من هنا. طيب ديت حبيت توقفها كده ماشي، حبيت تنيمها برضو كده ماشي مفيش مشكله. دي برضو نفس الفكره، برضو حبيت تسيبها واقفه كده برضو ماشي، حبيت تنيمها برضو على الجنب ده كده ماشي. طيب عايزين نلقي نظره كده على المواصفات الداخليه للبورده ونشوف الحاله العامه بتاعتها. خليك معايا. ادي كده كيسه الدل، الحاله العامه بتاعتها ما شاء الله جميله جدا. زي ما انت شايف كده الحاله العامه بتاعتها ما شاء الله ممتازه جدا. طيب اديك شايف كده الحاله العامه بتاعت الدل ما شاء الله. عندي 4 اماكن للرامات، حبيت احط هارد هنا كمان مفيش مشكله، وحبيت احط هنا هارد اس اس دي برده مفيش مشكله. هنا كارت الشاشه بتاعي ممكن يركب عادي خالص، وممكن اركب كمان كارتين شاشه لو انت عايز. الباور سبلاي بتاعي 290 واط وممكن اعليه براحتي، فهنا الدنيا واسعه شويه. حبيت بقى اركب كارت شاشه كارتين، حبيت ازود الباور سبلاي، يعني الدنيا هنا واسعه شويه. كور اي 7 زي ما قلت لك من الجيل الرابع. طيب تعالى بقى بص هنا على الاتش بي. الاتش بي هنا الباور سبلاي بتاعها 240 واط، 240 واط. وبرده نفس الفكره، برده عندي هنا 4 اماكن للرامات زي ما انت شايف. ولو حبيت برضو ازود هنا برضو هارد مفيش مشكله، وهاردين برضو مفيش مشكله. طب 3 برضو اركب 3 هاردات برضو مفيش مشكله. عندي 3 اماكن للهاردات اهوت عادي، و4 اماكن للرامات. ولو حبيت احط كارت شاشه برضو يكون برضو دي ار 3 او دي ار 5 مفيش مشكله. فكور اي 7 جيل رابع، كور اي 7 جيل رابع. انت حابب الكيسه الواقفه الابعاد الكبيره ماشي، حابب الكيسه السمبل البسيطه ما فيش مشكله، دي متوفره ودي متوفره. طيب عندنا كمان برضو فكره ان انت النهارده عندك كيسه في البيت، الكيسه القديمه اللي انت مربي فيها فراخ ديت خلاص كفايه بقى، حط الفراخ في مكانها بقى وسيبك من الفراخ. خليك بقى في الكيسات الحديثه دي، هي اللي تتناسب معاك دلوقتي. هات الكيسه بتاعتك ونحسبها بكام، وتاخد الكيسه بتاعتك وتدفع الفرق بتاعها. طيب عندك لابتوب برضو قديم برضو ما فيش مشكله، برضو مساله الاستبدال، برضو متاح برضو في مساله اللابتوب لو هو قديم ولا حاجه. برضو عايز ادي لك نقطه، ان المواصفات القديمه دي خلاص كل مدى بتقدم معاك، فبالتالي ما عادش لها زبون او ما عادش لها بيع وشراء، فبالتالي انت اتخلص منها علشان هي خلاص بقت حته حديد عندك، ما عادش لها قيمه. ما عادتش هتشغل لك برامج اللي انت عايزها، سواء مثلا اوفيس 24، سواء مثلا اوتوكاد كذا، سواء مثلا ريفت، سواء 3 دي ماكس. البرامج الحديثه كلها عايزه مواصفات حديثه. هي الجيل الرابع هتشغل معايا وكل حاجه لو حطيت لها هارد اس اس دي وكلام زي كده، بس ابقى انا حطيت نفسي على اول سلمه، بحيث النهارده ما تبقاش الكيسه اللي عندي القديمه ديت قطعه حديد مالهاش اي قيمه. زي ما انت متعود معانا، الثقه والامانه، وطمن وانت بتاخد معانا. الحمد لله، شكرا لك.